فيلمنا بيبدأ لما بنشوف واحد بحار على ظهر مركب صيد قاعد قدام جهاز لاسلكي وبيحاول يستغيث بأي حد ينقذه من اللي بيحصل، وفجأة بنشوف المركب كله بيتهز يمين وشمال وبنشوفه بيحاول يقفل على نفسه كويس الكابينة بتاعة المركب، ولكن الشيء اللي بيطارده بيقتحم المكان عليه من تحت المركب، فبيفتح الباب بتاع الكابينة وبيخرج لظهر المركب وبيطلع لآخر الشراع عشان يهرب منه، ولكن بيشوف إن مصيره خلاص بينتهي، فقرر إنه ينهي حياته بالرصاص أفضل من اللي هيشوفه على إيد الشيء اللي بيطارده. وبعد فترة من الوقت بنروح لفندق في أعماق الأمازون واسمه أدغال بالبرازيل، وبنشوف واحدة اسمها تيري فلوريس قاعدة لوحدها في الغرفة، وبيخبط الباب عليها واحد اسمه كال، وبنعرف من كلامه معاها إنه بيحاول يوصل لأصل قبيلته هنا في البرازيل، فبيطلب منها إنها تيجي معاه بما إنها مخرجة عشان تصور فيلم وثائقي عن أصله وقبيلته. وبتبدأ الرحلة على ظهر المركب، وبنشوف السيد ويستريدج هو اللي بيقدم الفيلم الوثائقي، وبيكون معاهم داني المصور وباقي الفريق اللي بيتولى إخراج الفيلم. وأثناء ما هم متوجهين لقبيلة كال، فجأة بنسمع شخص بيستغيث بيهم وبيطلب منهم يساعدوه لأن مركبه تعطل، وبيضطر يقف ماثيو قائد المركب وبيقول له كال رئيس الفريق إننا في طريقنا لأعلى النهر، فبيقول لهم إنه يعرف حد في القرية اللي جاية وممكن يساعدوه عشان يصلح مركبه ويرجع بيها. وبنشوف ماثيو رد فعله وكأنه يعرف الشخص ده، وبنعرف إن الشخص ده إنه اسمه سيرن، ولما بيعرف سيرن عن وجهتهم بيقول لهم إنه يعرف القبيلة دي كويس وممكن يكمل معاهم ويوصلهم لطريقهم، وبنعرف إنه بيشتغل في صيد الأفاعي. وبالليل بنشوف تعبان الأناكوندا بيظهر في الأدغال قريب من المركب، وبنشوف فهد بيحس بحركة مش طبيعية، ولكن الأناكوندا بيكون أسرع منه وبيهجم عليه وبيقدر يلتف على جسمه وبيكسر عظمه بضخامة عضلاته. وبعد شوية بيختلف كال مع سيرن لأن سيرن بيكون عايزهم يمروا ناحية منطقة الأفاعي لأنها أقرب منطقة للقبيلة اللي عايزينها، ولكن كال بيقول لسيرن أنا عارف عادات القبيلة كويس، وأكيد لما منسوب المية ارتفع راحوا الناحية التانية من القرية. وبيبان الغضب على وش سيرن من تصرف كال، وبيقاطع سيرن البث وبيقول لهم ياريت تنزلوني في أقرب قرية جاية. وبالليل بيطلب غاري ودينيس من تيري إنهم يخرجوا بره المركب عشان يسجلوا صوت الغابة، وبنشوف سيرن بيراقب اللي بيحصل. وفي الغابة بنشوف غاري ودينيس وهم بيسجلوا صوت الغابة، ولكن فجأة بيحسوا بصمت رهيب، ومرة واحدة بيظهر شيء وبيطاردهم، وبنشوف سيرن معاه بندقية صيد وبيضرب الشيء اللي بيطاردهم، وبيصحى كل اللي في المركب على صوت البندقية. وبيظهر سيرن مع غاري ودينيس وبيقول لهم سيرن إن اللي كان بيطاردكم غاري ودينيس خنزير بري، وإنه جه في الوقت المناسب قبل ما كان يقتلهم، فبيطلب كال من الجميع ما يخرجش تاني بالليل للغابة. وتاني يوم الصبح فجأة بيتعطل محرك المركب، فبيقرر كال إنه ينزل عشان يحرر الحبل اللي لف على المروحة بتاعة المحرك، وبيقول له سيرن إن أفضل حد ينزل ويشوف المشكلة دي هو أنا عشان أنا أكتر حد أعرف البحيرة هنا، ولكن كال مش بيسمع لكلامه وبيقرر ينزل هو. وتحت في البحيرة بنشوف كال بيلتفت يمين وشمال وهو مرعوب، وفجأة بنشوف كال أصابه شيء وبيفضل يصارع الموت وبيحاول يطلع للسطح عشان حد يشوفه وينقذه. وبالفعل بتشوفه تيري وبيجري عليه داني وغاري وبيحاولوا يسحبوه من البحيرة وبيكون مغمى عليه، وبنشوفهم بيخرجوا من بقه دبور سام. وعلى طول سيرن بيتصرف وبيفتح القصبة الهوائية لكال وبيحاول يخليه يتنفس بعد ما دخل في غيبوبة، وبعدها بيرجع يتنفس تاني وبينقلوه لأوضته لحد ما يفوق. وتاني يوم بتقرر تيري إنها تكمل في طريقها بالمركب، ولكن سيرن بيقول لها إننا لو كملنا زي ما انتي بتقولي هنفقد كال، ولكن الطريق اللي اقترحتوه امبارح هو أقرب مكان للمستشفى، وما بيكونش قدام تيري غير إنها تمشي ورا كلام سيرن. وبعد شوية بيقابلهم جسر بيقفل النهر، فبيقول لهم سيرن إن الحل الوحيد عشان كال ما يضيعش مننا إننا نفجر الجسر بالديناميت ونمر منه. وبتعترض تيري لأن ده ضد طبيعة المكان وممكن النهر يغضب عليهم، ولكن في النهاية الكل بيمشي ورا كلام سيرن، وبينزل غاري النهر عشان يثبت الديناميت في قلب الجسر. وبنشوف حركة غريبة في المية قريبة من غاري، لكنه بيلحقوا سيرن وبيرفعوا من المية وبينفجر الجسر، وبيتضح إنه كان بيحوي تعابين، وكل التعابين بتطير وبتنزل على المركب وبيفقدوا كل براميل الوقود وبيحصل فوضى في المكان، ولكن في الآخر بيقدروا يتخلصوا من كل التعابين اللي على المركب.
وبعد شوية بيوصلوا لمركب تانية واقفة في النهر، فبيقترح سيرن إننا ننزل للمركب لعل وعسى يكون عندهم وقود كفاية عشان نقدر نكمل طريقنا. فبينزل ماثيو وداني وسيرن، والمفاجأة إننا بنشوف صورة لسيرن مع ماثيو في المركب، ومعاهم الشخص اللي التهموا الأناكوندا في أول الفيلم وفي نفس المركب ده. وبنعرف إن ماثيو وسيرن كانوا على معرفة سابقة ببعض، وهم اللي وجهوا المجموعة دي لهنا عشان تقابل مصيرها المجهول. وبنشوف كمان إن سيرن بيشيل الصورة وبيخفيها، وبيلاقي سيرن صندوق فيه كمية من الذهب، وبيطلب من داني إنه يساعده في حمله للمركب. وبعد شوية بنشوف ماثيو وهو بيغادر المركب، ولكنه بيتعثر وبيقع في المية، ولما بيقوم بيكون منتظره الأناكوندا وبيتمكن منه وبيلتف حواليه وبيكسر عظمه ماثيو، وبعدها بنشوفه بيقرب عشان يلتهمه. وبيوصل داني وسيرن للمركب بالصندوق، وبتسأل تيري عن ماثيو، وداني بيقرر يرجع عشان يدور عليه، وسيرن بيرفض إنه ينزل يدور عليه مع داني. وبيوصل داني لنفس المكان اللي كان فيه ماثيو وما بيلاقيش غير الكشاف بتاعه، وبيرجع داني ويبلغهم إنه ما لقاش أي أثر لماثيو. وبنشوف سيرن بيرمي جلد لتعبان الأناكوندا، وبيعرفهم إن المنطقة دي مشهورة بالتعابين الضخمة، وإن اختفاء ماثيو ممكن يكون بسبب هجوم التعبان عليه. والكل ساعتها في صدمة من اللي حصل، وبتقرر تيري إنهم ما يتحركوش من غير ماثيو، وبيفضلوا في المكان وبيشغلوا الأضواء وبينتظروا ظهور ماثيو. وبيحاول سيرن يأثر على غاري عشان يكسبه في صفه، وبيقول سيرن الغاري إننا لو قدرنا نصطاد الأناكوندا ممكن نقدر نبيعه بأكتر من $1,000,000. وبالليل بيكون غاري وسيرن في انتظار وصول الأناكوندا، وسيرن بيكون رامي الطعم في البحر وبيحركه يمين وشمال، وفجأة بيمسك شيء في الطعم وبيحاول سيرن يسيطر عليه، والأناكوندا بيحاول يتخلص من المصيدة، ولكن بيظهر تاني والأول مرة، وبتتصدم تيري وداني من منظره. وبيحاول داني إنه يستغل اللي بيحصل ويصيب سيرن، ولكن حركة الثعبان بتدفعه بعيد وبتقع منه السكينة، وبيطلب من غاري إنها تسلط الضوء على عينيه عشان يعميه، ولكن بيهرب الثعبان من الضوء. وبعد شوية بيظهر تاني وبيرمي الطعم على ويستريدج، وبتهرب تيري وبيطاردها لداخل الكابينة. وبيوصل سيرن معاه السلاح المخدر وبيضرب بيه الثعبان، وبيطلب غاري إنه يبعد عن حافة المركب، ولما بتسمع كلام غاري وبتقرب منه بيخبطها الثعبان وبتقع في النهر، وبينزل الثعبان وراها، ولكن غاري بيلحقها وبيطلعها، وبيخرج هو كمان من المية على آخر لحظة، ولكن الثعبان بيكون أسرع منه وبيلتف حواليه وبيكسر عظمه. ولما بتحاول تيري إنها تقتل الثعبان بيمنعها سيرن لأنه محتاجه حي، وفي النهاية بينجح الأناكوندا إنه ياخد فريسته ويخرج من المكان، وبتكون دينيس في حالة انهيار. وبعدها بنشوف تيري بتقابل سيرن وبتعبر له عن حبها، ولكن اللي بيحصل بعد كده إن داني بيدخل عشان يهجم على سيرن، ومن الواضح إنها خطة بين داني وتيري عشان يتخلصوا من سيرن، ولكن بيكتشف سيرن الخطة، وبعدها بيضربوا ويستريدج وبيقدر يفقدوا الوعي، وبيكتفوه وبيتربط في عمود المركب. وبنشوف إن تيري بتكتشف الخطة اللي عملها سيرن وماثيو عليهم عشان يوصلوا بيهم لهنا لاصطياد الأناكوندا. وبنروح لويستريدج اللي بيعلم داني إزاي يقدر يقود المركب تحسباً لأي حاجة تحصل. وبعد شوية بنشوف إن داني خبط في شيء في قاع النهر وتعطلت المحركات، وبيقول داني إننا عشان نخرج من اللي احنا فيه محتاجين نعمل زي رفعة عشان نحرك المركب بعيد عن الصخرة اللي خبطنا فيها. فبيقترح داني إننا نلف حبل حوالين كل شجرة من الشجرتين اللي جنب المركب، وبالرفعة بتاعة المركب نقدر نخرج من الصخرة. وبيطلب من دينيس تراقب سيرن، وبينزل داني وتيري ناحية أول شجرة، وويستريدج بيتحرك ناحية الشجرة التانية بالحبل. وبنشوف دينيس بتقرب من سيرن ومعاها سكينة، وبيفضل سيرن يجاريها لحد لما بتقرب منه، وبعدها بيرفع جسمه وبيحاول يخنقها برجليه لحد لما بتموت، وبياخد السكينة عشان يحرر نفسه، وبعدها بيرميها من المركب.
وبعدها بتسمع صوت جاي من المكان، وداني بيسمع نفس الصوت وبيشوف حركة سريعة بين الأشجار، وعلى طول بيطلب من تيري إنها تخرج من المية وتتحرك ناحية المركب. وويستريدج بيحاول يلفت انتباه الثعبان لحد ما أصحابه بينجحوا إنهم يخرجوا من النهر، وبيتجه الثعبان لويستريدج وبيطلب داني إنه يتوجه ناحية الصخور، وبيطلب داني من تيري إنها تجيب السلاح بتاعه، ولكن بيقوم سيرن وبتفشل خطتهم لإنقاذ ويستريدج بعد ما بيضرب داني وبيمنع تيري إنها تقتل الثعبان، وبيصيب داني في رجله بالسكين، وبيهرب ويستريدج ناحية الصخور، وبيقدروا يوصلوا الثعبان، ولكن بيرمي نفسه من على الصخور، ولكن الثعبان بيقدر يصطاده قبل ما ينزل النهر. وبعدها بتتكسر الشجرة وبتقع على المركب، وبنشوف إن الأناكوندا خلصت على ويستريدج وفي طريقها لداني اللي وقع في النهر لما الشجرة وقعت على المركب. وفي الوقت ده بيكون التعبان اتمكن من داني ولف حوالين جسمه، ولكن تيري بتاخد السلاح وبتقرر إنها تنهي حياة الأناكوندا بعد ما بتضربها ب3 طلقات في راسها، وبتنجح إنها تنقذ داني، ولكن سيرن بيظهر تاني وبيحاول ينتقم منهم لأنهم قتلوا التعبان بتاعه، ولكن بيظهر كال في الوقت المناسب وبيصيب سيرن بالسلاح المخدر وبيقع في النهر، وبينجح تيري وداني إنهم يحرروا المركب وبيكملوا طريقهم، ولكن بيقابلوا منزل مهجور على النهر فبيقرروا يدخلوه عشان ياخدوا أي براميل وقود منه، ولكن منظر المنزل بيقول إنه اللي حصل هنا لا يبشر بالخير. المهم بيوصلوا للوقود اللي هم عايزينه، ولكن بيظهر سيرن وبيضربهم وبعدها بيربطهم مع بعض، وبنشوفه بيرمي عليهم دم قرد، ومن واضح كده إنه بيحضر لهم مفاجأة. وبعد شوية بيظهر أناكوندا تاني وبيجي على ريحة دم القرد اللي عليهم، ولكن بيقرروا يجروا، فالتعبان بيتلف عليهم هما الاتنين، وبعدها بيرمي سيرن شبكة عليهم عشان يصطاد التعبان، وبيفضل التعبان يتحرك كتير جوه المصيدة لحد ما بيكسر المكان اللي متثبتة فيه الشبكة وبيخرج منها، وبيحاول سيرن إنه يصيبه بالمخدر، ولكن التعبان بيضربه بديله وبيوقعه، وبيحاول يهرب سيرن ولكن بيقدر يتمكن منه التعبان وبيتلف حواليه وبعدها بيبلعه، وبيتجه بعدها لداني وتيري وبيطلب داني من تيري إنها تهرب لأنه بيطاردها هي تيري تختفي عنه، ولكن بتدخل العش بتاعه وبيدخل ليها بعد ما بيكسره بدماغه وبتهرب منه تاني، وداني بياخد سلاح وبيتحرك ناحية التعبان وبتحاول تهرب ناحية البرج، وبيقدر داني إنه يوقف التعبان ويعطله، وبتوصل تيري لقمة البرج وبيفرغ داني كل براميل البنزين على جسم التعبان وبيعمل شريط وبيولع فيه، وبتحاول تيري إنها تفتح سقف البرج ولكنه مش بيتفتح في الأول، ولكن بعدها بيتفتح وبتوصل النار لجسم التعبان، وبتتعلق تيري في الحبل، ولكن الانفجار بتاع البرج بيرميها في المية، وبنشوف التعبان مولع نار وبيحاول يطارد تيري، ولكن بينقذها داني وبيسحبها من النهر وبيموت التعبان. وبعد شوية وقبل ما يمشوا بيظهر التعبان تاني وبيكسر الخشب بتاع الجسر، وبيكون داني في انتظاره بالفاس وبيكسر دماغه، وبعدها بيطمنوا على كال وبياخدوا المركب وبيرجعوا من مكان ما جم. وبكده يكون خلص فيلمنا، ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة.